مراحل انتهاء العلاقة عند المرأة أيا كان نوع العلاقة أو مسماها 3 مراحل. المرحلة الأولى خناق كتير وطلب اهتمام، عايزاك تفضل معاها أكتر، بتطلب وقت واهتمام أكتر، عايزاك تفضلها عن أصحابك وكل الدنيا، بتقولك حرفيا هي محتاجة منك إيه، وبتقولك كمان الطريقة المثالية عشان تتعامل معاها، بتحكي لك كل تفاصيلها وتشاركك كل مشاكلها وتتضايق لو ما سألتهاش. المرحلة دي هي مرحلة النكد، وفيها الراجل بيكون قرفان وزهقان ومخنوق من الزن والنكد الكتير، بس هي هنا لسه جوه العلاقة وماسكة فيها. بس خد بالك من اللي جاي. نوصل للمرحلة التانية، هي بقت هادية أكتر واتصالاتها بيك قلت شوية، الخناقات مش كتير، ودي مرحلة الراحة عند الرجل. هو بقى شايف إنها أهدى وأفضل، وهو كده مبسوط وزي الفل. هنا هي بقت نصها معاك والنص التاني مشي وسابك، يعني هي بقت رجل جوه ورجل بره. وهنا خد بالك قوي واجتهد عشان تلحق الدنيا قبل ما توصل للمرحلة الثالثة والأخيرة. وبكده وصلنا للمرحلة اللي كلنا بنحذر منها، هي المرحلة الثالثة والأخيرة. وجودك بالنسبة لها زي عدمك حرفيا، مفيش كلام ليه قيمة بتشارك فيه، انت تقريبا ما تعرفش عنها حاجة، مفيش نكد ولا خناق خلاص، ولو اتخانقتوا اما بتكون باردة في ردود فعلها وانت مش فارق، او خناقها جامد وبيع الموضوع كله. هنا احب ابشرك انها سابتك، انت مشيت من قلبها ومن العلاقة كلها، وبقيت ورا ظهرها حتى لو هي لسه موجودة بأي صفة. كده انت مهما عملت مش هتعرف ترجع اهتمامها بيك تاني زي زمان. خليك عارف ان الأنثى اللي في حياتك لو مش بتنكشك وترغي معاك في أي كلام وترخم عليك زي العيال الصغيرة كل شوية وتغير عليك وتتخانق معاك وتزعل منك، فاعرف انك ما بقيتش فارق لها وهي مش شايفاك اساسا. خد بالك وافهم الاشارات، وما تستتقلش وتتضايق من ازعاجها ليك. اوعى تفرح بعقلها وهدوءها اللي بيكون موجودين في وجودك. المرأة محتاجة حب، اهتمام، احتواء، سند، مشاركة. خد رأيها واتكلم معاها، ما تحاولش تقلل من شأنها لأنها الجزء المكمل والأهم لحياتك. الإنسان ما بيحسش بالنعمة إلا لما تضيع منه ويفقدها. قيل فيها: من يخسر حب امرأة مخلصة يخسر حياته كلها بلا استثناء. لما سألوا الشعراوي رحمة الله عليه بماذا نصحت ابنك حين تزوج، قال: يا بني، هذه المرأة تركت الأب والأم والأخ والأخت وجاءت لتكون لك وحدك، فكن لها كل هؤلاء، فكن لها لا عليها.